تروح تبيع كل السنين اللي جايه من عمرك عشان تعيش كام سنه على مزاجك. طب ما تعيش يا معلم لما تكبر على مزاجك وانت ناجح ومؤسس حياه ومشروع وبيت. انت عارف ان في 90% من الناس بتقرر تبيع مستقبلها بشكل غير مباشر مقابل شويه شهوات عبيطه ملهاش اي 30 لازمه، وهو مش واخد باله. الفكره دي لما تيجي في دماغي واقعد كده مثلا افكر مع نفسي، هو انا لو قدامي فرصه ان انا اشتغل واطور من نفسي واركز في دراستي وانا ما عنديش اي التزامات دلوقتي تجاه اي حاجه، فقادر ان انا اتحرك بمساحه كويسه جدا واتعلم اي حاجه جنب دراستي تخليني اقدر امسك فلوس واحط افكار كويسه قوي، في المقابل ان انا ابعد عن شويه شهوات ملهمش لازمه. وقدام بعد ما امشي في التراك ده ان شاء الله ربنا هيكرمني ابقى حافظت على نفسي وجسمي وعقلي من اي حاجه ملهاش لازمه ممكن تبقى بتشوه افكاري وبتخليني مش قادر اواكب سوق العمل، او ضيعت فرص كتيره جدا على نفسي. وبعد كده اشتغل، اجيب عربيه، اسافر، اتنطط، اعمل كل اللي انا عاوزه. ففي المقابل في ناس تانية ممكن تبيع كل ده مقابل ان هو اتعرف على بنت، والبنت دي سحلته في حواراتها وحكاياتها واديت اللي هو عايزه عشان برضه هي كانت في الحضيض زيه بالظبط. احنا بنتكلم بامان تو مان، فمفيش بينا شويه حساسيات ولا احراج، احنا مننا في بعضنا كده. فانا عايزك برضه تركز في المناسب ليك وتبقى واد صياد، واد جامد، عارف اللي ينفعك وتاخده، ما تجريش ورا العبط والهبل لان ده مش هينفعك. خليني اقول لك الكلمتين اللي انت المفروض تسمعهم وعلى حرج انك تسمعهم من حد غيري. وبعدين مفيش اي حاجه هتتغير. النفس البشريه دايما هي نفس يعني عايزه تكسب كل حاجه، بس في المقابل مفيش حد بيكسب كل حاجه. حتى اللي اتولد وكان وارث مليون واتنين وتلاته وعشره، لو هو ما عندوش القدره على احتواء الثروه اللي هو ورثها دي عن طريق التشغيل والعلم والمهاره ومواكبه السوق، هيخسرها. فمش بالضروره انك حتى لو ناجح او معاك فلوس تعرف تحافظ عليها الا لو كانت عقليتك سليمه. عشان كده التطوير وفكره انك انت تستثمر وقت في تنميه قدراتك وعقليتك، وانك تفهم السوق محتاج ايه، وانك تشتغل على نفسك، وانك تبعد عن الشهوات، ده هو السبيل الوحيد مهما كان مستواك الاجتماعي انك تعرف تعمل فلوس. يبقى الفلوس هنا مش مقتصرة، او النجاح وكل حاجة انت نفسك تعملها في المستقبل مش مقتصرة على فئة معينة، ولا تعليم معين، ولا بوزيشن معين، ولا ورث معين كنت المفروض تورثه بس ما جاش ليك. لا، ده انت مهما كنت مجرد بس انك بتطور من نفسك وقادر تفهم انت هتاخد خطوات دي ازاي، ده كفيل يخليك تنجح. ايه بقى اللي ما بيخليكاش تنجح وتبيع مستقبلك مقابل شويه شهوات؟ حد اتعرفت عليه زي بنت، ولا صحبه اتعرفت عليها سحلتك معاها في السفر والسهر والخروج والشرب، ولقيت نفسك بتعمل حاجات عكس اللي المفروض تعمله، وبعد ما ضيعت سنه واتنين وتلاته قعدت تلوم في نفسك، وبعدين اللوم مش هينفعك. عداد عمرك ده يا معلم اليوم اللي بتخصم منه بيتخصم من عمرك في الاساس. فانت لو عندك 30 سنه واتخصم منك سنه، فانت مش عارف لسه هتعيش قد ايه اصلا عشان تحقق اللي انت نفسك فيه، او تقول هعوض اللي انا ضيعته. مفيش، ما بتتحسبش كده، بتتحسب انا عملت ايه دلوقتي عشان اصحى بكره اكمله. يعني انت النهارده في 2025 شهر 12 لسه 4 ايام على 2026، بقالك سنه قاعد تقول انا هعمل، انا هبعد، انا هبطل، انا همسح، وما عملتش اي حاجه. انا مش بقول لك ان الناس اللي ناجحه دي ما بتغلطش، مفيش حد فينا على وجه الارض معصوم من غلط، احنا بشر، ودي حاجه او فطره من فطره البشر ان هم يكونوا بيغلطوا وبيجروا ورا شهواتهم. بس في فرق لما اكون بجري ورا شهواتي بنسبه 5 او 10% ومركز في حياتي وبجتهد او بجاهد نفسي ان انا اركز في الصح اكتر من الغلط. فهنا الغلط اللي بعمله محدود لان انا مركز في حياتي اكتر، فقادر اخد خطوات كويسه جدا. لكن ما ينفعش
اروح اعمل غلط بنسبه 90% وابقى بجاهد نفسي في ال 10%، وقاعد بقى لوم المجتمع والزمن والناس، وقاعد اقول اصل ما فيش فرص. انت ما عملتش 1% من اللي عليك. ما تضحكش على نفسك، خليك راجل. بدايه الصح انك تعترف انك عندك مشكله وغلط ولازم تصلحها. اي كلام تاني وتسويف تاني لا من مصلحتك، ولا انا مثلا ضدك، ولا قاعد بقى قاعدك في قعده عرب عشان احكم عليك انك غلطت. انت لازم تبقى مدرك ان الكلمتين دول هم اللي صح وهم اللي هيفوقوك من النهايه. فكر في نفسك، فكر في مستقبلك. انا عاوز ايه؟ عاوز ايه بكره، وعايز ايه دلوقتي، وعايز ايه السنه الجايه؟ هدفي ايه من الصحبه دي، وهدفي ايه لو البنت دي دخلت حياتي اثر عليها ازاي؟ كل يوم بيجي لي رساله زي الرساله اللي انت شايفها دي من كانت شايفه ابنها راجل بيصلي وجدع ومحترم وراجل مركز في دراسته، مجرد بس ان هو اتعرف على حد سحبه من كل حاجه صح كان بيعملها ودمر مستقبله وحياته، لدرجه ان انا لما كملت المحادثه اكتشفت ان هو عامل لامه بلوك من كتر النصائح اللي اديها له. فبدا يشوف ان البنت او الصحبه دي اهم من البيت، فبدا يعادل البيت نفسه. فخد بالك، انت غلط، انت غلط بكل المقاييس. عايز تنجح يبقى لازم تبقى في ال90% اللي بتعمله في حياتك صح، من اول ما بتصحى من النوم، من اول العادات اللي بتعملها على مدار اليوم، حتى الموبايل انت بتستخدمه في ايه، الصحبه اللي انت قاعد معاها، الدايره اللي انت محوط نفسك بيها. لو كنت محوط نفسك ب10 افراد وهو داخل عليهم وهم بيلفوا سجاره ولا بتاع، هتبقى ال11 بتاعهم هتكملهم، لانك رايح تكمل نفس العادات اللي بتعملها صحبتك، او هتنغمس معاهم في اكتر من كده. طب لو انت مصاحب 2 3 رايحين جيم وده اللايف ستايل بتاعك، هتبقى الخامس بتاعهم وانت رايح التمرينه. خلاص كده؟ طب لو مصاحبهم في بيزنس او مشروع او حد عرض حاجه، هتلاقي نفسك الشريك الخامس بتاعهم وبتكمل الشله. انت مكمل للشله اللي انت ماشي فيها، حتى لو كنت شايف ان هم بيشربوا كلهم وانت الوحيد اللي ما بتشربش، ما زلت ما بتشربش، او حتى لو ما بتشربش فانت وجودك في وسطهم غلط. فوق، ما تضحكش على نفسك بكلمتين وتصدق ان انت ما زلت محافظ على نفسك وانت محوط نفسك بناس كلها غلط، كلها ما بتعملش حاجه صح. طب ما تروح بقى تعمل حاجه صح. الوقت اللي ممكن تقعدوا معاهم في حاجه ملهاش لازمه تضيع 3 4 ساعات، لو رحت اتعلمت لك حاجه ده اللي هيفيدك ويسندك في المستقبل. ده الركيزه الاساسيه اللي هتخليك تبدا تواكب السوق اللي انت المفروض تعرف عنه وتتعلمه، بدل ما تقعد تضيع سنين عمرك في اللاشيء وتيجي تكتشف انك بعد ما خلصت كل ده مطلوب منك بقى انك تبقى عندك مسؤوليه. خلاص خلصت جيش وخلصت جامعه راجل اطلع اشتغل. مش لاقي شغل، ما اتعلمتش حاجه، اشتغل اي حاجه. اشتغل اي حاجه دي بقى ياما ضيعت ملايين كانوا برضه شاطرين وجامدين وعندهم قدرات، بس خرجوا من الفترة اللي كانوا مفروض يشتغلوا ويطوروا نفسهم فيها بعقلية كويسة عشان يواجهوا السوق. خرجوا منها ايه؟ دماغهم خاوية، لا اتعلم حاجة ولا طور من نفسه ولا حتى ركز في الجامعة عشان يطلع بشهادة مع خبرة حقيقية من جوه الجامعة. فما بقاش عنده قدرة يجي يقعد في انترفيو ما عندوش اي حاجة، فبدأ يستسهل. ليه؟ اتكشف في السوق، فلما يروح يعمل انترفيو في شغل ما عندوش اي حاجة يبيعها غير ان هو بقى ايه؟ يشتغل في الحاجات المحدودة. عشان كده ما تقعش في الفخ ده، عيب. عيب لما تكون راجل ملو هدومك وعندك عقل وربنا اداك القدرة انك تتعلم اي حاجة مهما كانت، وتختار انك تبيع كل ده بمستقبلك، بالحال اللي انت نفسك تعيشها، بالناس اللي انت نفسك تناسبهم، بالبوزيشن اللي انت بتحلم بيه، بالولاد اللي انت هتجيبهم مفروض تعيشهم عيشة نظيفة، وروح تبيع كل السنين اللي جاية من عمرك عشان تعيش كام سنة على مزاجك. طب ما تعيش يا معلم لما تكبر على مزاجك وانت ناجح ومؤسس حياة ومشروع وبيت. عيش مظبوط، يعني انجح وعيش زي ما انت عايز. هتلاقي حتى النجاح مع حوطك، تعرف تخرج خروجه نظيفه، تعرف تسافر سفريه نظيفه، تعرف تتعرف على ناس في مستوى اجتماعي افضل بكتير من اللي انت كنت حابس نفسك فيه مع شويه عيال بيشربوا وبيشموا وبيرفعوا سلاح وبيمشوا ويعملوا مشاكل ويجاملوا بعض على حساب ايه؟ على حساب بعض في المشاكل. فوق 2026 اكبر بكتير من فكره انك تضيعها زي 25 و24 والتاريخ اللي انت جاي منه، وفي الاخر هتلاقي نفسك ايه؟ ولا قدمت لنفسك حاجه، ولا حتى قدرت انك انت تنجح عشان خاطر اهلك والناس اللي اتعشموا فيك وكانوا نفسهم يحققوا فيك اللي ما عرفوش يحققوك. مش ده اللي ممكن تعمله.
ولا ده اللي ممكن تقدمه لنفسك ولا لاولادك في المستقبل ولا الحياه اللي انت نفسك تعيشها. انت اصلا بعد ما تنضف وربنا يكرمك وتبدا تطلع وتنجو من كل الكلام ده وتأهل عقلك وتشتغل على جسمك وتشتغل على افكار كويسه وتطور نفسك وتنمي قدراتك، هتدخل تلاقي برضه سوق الناجحين زحمه جدا، والناس برضه عندها افكار وناس شاطره وعايزه تشتغل وكله بيصارع. بس دول هتلاقيهم نسبه قليله، مش زي نسبه ال90% اللي كلهم نفسهم بس ما فيش حد قدم حاجه. عشان كده ما تقعدش بقى تقول اصل انا مستني السنه الجديده ومستني السنه القديمه. انت مستني تنجح عشان خاطر كل اللي انا قلته لك وتركز فيه كويس، عشان خاطر الراجل اللي عشمان وطالع عين اهله بيصرف عليك من لحمه الحي علشان خاطر نفسه يشوفك احسن منه، نفسه يشوفك مش متبهدل ولا شايف الذل زي ما هو شايفه. امك اللي طالع عينها علشان خاطر تحابي عليك من الغلط وبتاع والكلام ده كله، نفسها تشوفك ناجح، نفسها تجوزك جوازه محترمه، نفسها تعيشك حياه هي ما عرفتش تعيشها، عشان كده اتعشمت فيك خير. فخليك قد العشم، انجح عشانهم، انجح عشان نفسك وعشانهم وعشان المستقبل اللي انت نفسك تحلمه او نفسك تعيشه وبتحلم بيه. مساء الفل.